بعد سنين صداقة واخوات وحبايب تعملي معايا انا كده برضو؟ قوليلي انا عملتلك ايه عشان خاطر استاهل منك ان انتي تتعاملي معايا بالاسلوب ده؟ انا متجوزة وعندي 3 اولاد وبحب جوزي جدا جدا. ليا صديقتي دي يعتبر صديقة العمر، يعني صحاب من زمن الزمن، وكنا مع بعض على الحلوة والمرة، وكنا على تواصل مع بعض وعلى طول بنكلم بعض في التليفون ونزور بعض، وكنا حبايب جدا. دلوقتي صديقتي دي مش صديقتي بس، ده انا هقول اختي كمان. دلوقتي دي جوزها مات، وطبعا كانت نفسيتها زي الزفت، وانا طبعا كنت صديقتها القريبة ليها وكنت جنبها على طول وما سبتهاش لوحدها. لما عرفت ان جوزها ده مات وقلت لها خلاص تعالي ان انتي اقعدي عندي لفترة كده علشان خاطر نفسيتها ان هي ترتاح، وكمان انا كنت باخد الولاد واروح اقعد عندها. لكن حاجات غريبة بقى ابتدت تحصل انا مستغرباها منها. دلوقتي كانت بتبقى قاعدة عندي، وطبعا في حاجات كانت بتخلصها في شغلها، وكانت بتخلص حاجات طبعا بعد وفاة جوزها. اللي انا مستغرباله ان هي بقت دلوقتي خدت على جوزي بطريقة يعني مش زي كان في الاول، لا بالعكس، انا بلاقيهم عادي ان هي تتكلم معاه وتفتح كلام معاه عادي قدامي. طبعا انا ما خدتش واديت وكنت عادي جدا وبناخدها بهزار ومفيش اي مشكلة. كانت اوقات كتير تستأذني وتقولي لو سمحتي انا هاخد ابو الولاد بكرة علشان خاطر في حاجات مهمة انا عايزاه لازم يكون موجود معايا راجل فيها، ان هي بتخلص اوراق وحاجات كده طبعا عشان خاطر وفاة جوزها، فبتخلص ورق ليه. طبعا برضو انا مفيش مشكلة بالنسبة لي، قلت لها عادي. وطبعا كنت بقول له هو بصراحة ما قصرش، عادي بياخد مني الكلام وبينفذه عادي، لان طبعا دي خدمة وطبعا للظروف اللي هي فيها. كنا بنحب ان احنا على طول نكون جنبها ونخدمها في اي حاجة هي عايزاها، وده طبعا بحكم ان احنا اصدقاء واخوات وحبايب ومفيش مشكلة عادي بينا. لكن بقى اللي انا الاقيه التصرفات دي تتغير، واوقات كتير كنت كمان اكلم جوزي اقول له انت فين، يقول لي انا مع زميلتك بنخلص اوراق. ده كمان ده اللي انا مستغرباله. انا يعني طب انت حتى ما قلتليش ماشي، ولا هي كمان قالت لي. يعني كانت في الاول بتقولي لكن بعد كده ما بقتش تقولي حاجة، هو نفسه ما بقاش يقولي حاجة. وانا بصراحة يعني محرجة ان انا اتكلم في حاجة زي كده، لاني حاجة زي كده طبعا دي فيها شك طبعا فممكن يخلق مشاكل، وانا مش عايزة يخلق مشاكل، بس في نفس الوقت ده جوزي. فمش عارفة دلوقتي هل دي ان انا اواجهها بحاجة زي كده واقول لها انتي بتتعاملي مع جوزي بالطريقة دي ليه، او في ايه او كده، ولا اكلم جوزي. وبرضو انا خايفة ان انا اتكلم مع جوزي لاني ممكن ما يكونش فيه حاجة، وطبعا انا كده ممكن ان انا افتح عينه او الفت انتباهه لحاجة تانية خالص. حاسة ان انا قربي ليها دلوقتي بيسبب في مشاكل. هل انا لو قصرت واتصرت عن كده وقفلت عليا بابي واقطع الشك باليقين وان انا الم الدنيا واقفل عليا حياتي تاني، وطبعا اكيد ان انا هقطع الصلة بيني وبينها، لان حاجة زي كده خلاص هتتقطع الصداقة اللي بيني وبينها. مش عارفة هل تفكيري انا مزوداها فعلا، بس لا، بجد انا ملاحظة بتغيير جامد جدا منها. مش هي دي صديقتي ابدا، حاسة ان هي بتحاول تتقرب لجوزي. مش عارفة هل تفكيري ده صح ولا غلط، ولا انا فعلا مطورة الموضوع، ولا رأيكم ايه؟ انا اكلم جوزي في حاجة زي كده ولا اسكت واشوف الدنيا هتوصل لايه؟